3 بنات وولد. أبوهم قرر بعد وفاة مراته ب3 سنين إنه يتجوز. حاولوا معاه المستحيل، لكنه أصر، وتحت ضغط منه وافقوا على مضض، وهم متضايقين. قرروا بينهم وبين نفسيهم إن لازم الجوازة دي عاجلا أو آجلا ما تستمرش. وبالفعل بدأوا يعملوا زياراتهم المكوكية لأبوهم، يروحوا يزوروه ويقطموا مراته بكلمة، يدوله هو كلمة، وفضلوا على الوضع ده. مرات أبوهم تسمع كلامهم وتقول شوية عيال ربنا يهدي. واستمر الوضع على ده. لما لقوا مفيش نتيجة إنهم يفركشوا الجوازة، بدأوا يدخلوا لأبوهم بمدخل إن مراتك موظفة، مراتك أكيد في الشغل بتكلم زمايلها الرجالة، مراتك مش محترمة، وأي ست موظفة دي ست مش محترمة. وبدأوا يبخوا سمهم لأبوهم، ويعملوا مقارنة ما بين أمهم وما بين مرات أبوهم. أمنا كانت ست بيت، ست محترمة بتتكسب من طوب الأرض، لكن مراتك بتتكلم الناس عادي. وهو منه ضعيف الشخصية بدأ يرمي ودانه لكلام ولاده، وخصوصا إن بناته كلهم هما اللي مختارين جوازتهم، اللي اتجوزت جوزها عن طريق قريب زميلتها وتعرفت عليه قبل ما يجي يتقدم، واللي اتعرفت على جوزها عن طريق النت، وهكذا. يهمدوا على كده؟ لأ، اتفقوا مع أخوهم على خطة شيطانية. ابعت زميلك بعلبة السجاير والولاعة دي، يديها لمراتك ويحطها على ترابيزة السفرة بحجة إن بابا هو اللي بعته. وبالفعل راح أخوهم اتفق مع صديقه الأنتيم، روح ودي علبة السجاير دي والولاعة، وقول للطنط إن جوزك هو اللي بعتهم وبيقولك حطيهم على ترابيزة السفرة. وهي زي الهبلة بصت من العين السحرية. مين؟ قال لها أنا فلان جاي عن طريق جوزك فلان. فتحت الباب، خير؟ قال لها بيقولك الحاج فلان خدي الولاعة وعلبة السجاير دي حطيهم على ترابيزة السفرة علشان يبقوا قدامه أول ما يجوا، فكري بيهم. وابنه في الشغل معاه عمال يتكلم، يقول له في ناس شافوا واحد بيخبط على طنط داخل البيت عندك. قال له لا، انا مراتي محترمة. قال له انا بقول لك اللي انا سمعته، على كل اسألها. روح الراجل لقى علبة السجاير والولاعة، فبيقول لها مين اللي جاب الولاعة دي وعلبة السجاير؟ قالت له واحد رفض يقول اسمه وقال انك انت اللي بعته. قال لها انا ما بعتش حاجة، ازاي تدخلي رجالة؟ قالت له انا ما دخلتوش، ده من بره. دب خناقة معاه. تاني يوم بيحكي لابنه، ابنه قال له مش انا قلت لك خلي بالك منها، اصل الكلام في المنطقة زاد، كذا واحد من زمايلي كانوا بيشوفوا في رجالة داخلين، لدرجة ان واحد زميلي كان رايح يزور قريبه في الشقة اللي فوق منك، لقى في راجل داخل عندك وكان في ايده شنطة. قال له ما جابتليش سيرة. قال له انا بقول لك اللي حصل.
وتاني يوم الولد خلى نفس الزميل يروح ليها، فبيخبط، بصت من العين السحرية، رفضت تفتح له وقالت له كفاية الخناقة اللي حصلت بيني وبين جوزي بسببك. نزل لقى البواب، قال له ادي الشنطة دي للمدام فوق، جوزها باعتها وهي رافضة تفتح لي، وقول لها جوزك بيقولك حط الشنطة دي جنب النيش. طلع البواب، ضرب الجرس، بصت من العين السحرية لقت البواب فتحت، قال لها في واحد اداني شنطة وقال انت رفضت تفتحي له وبيقولك كذا. خدت الشنطة وحطتها جنب النيش، فضلت تتصل بجوزها، كان التليفون غير متاح، فدخلت تخلص شغل بيتها وكبرت. جه جوزها بالليل جاي تعبان وهي نسيت موضوع الشنطة، كل ونام. تاني يوم الصبح لقى الشنطة وهما الاتنين لابسين وخارجين رايحين كل واحد شغله، فبيقول لها ايه الشنطة دي؟ قالت له امبارح واحد جابها اللي كان جايب علبة السجاير ورفضت ان انا افتح له. قعد يزعق بقى ويجعر، انت بتدخلي رجالة في البيت، انت ما اتكلمتش. وهما نازلين لقت البواب قاعد، قالت له يا عم فلان، قال لها نعم يا بنتي. قالت له امبارح ايه اللي حصل؟ قال لها حصل ايه؟ قالت له موضوع الشنطة اللي انت طلعتها لي. حكى الموضوع، بصت لجوزها ما اتكلمتش. فضل جوزها طول الطريق يعتذر ليها وراح شغله. بيحكي لابنه اللي حصل، ابنه قال له ده تلاقيها متفقة مع البواب يقول لك الكلام ده، تلاقي ادته قرشين عشان يقول لك الكلام ده، بيتستر عليها. فضل الولد يبخ سمه وكلم اخواته البنات، فضلوا اخواته البنات يبخوا سمهم، وجوز البنت الكبيرة رخر فضل يبخ سمه ليه، ازاي يا عمي تآمن ليها دي، ازاي تخليها تحمل اسمك، لا ده لازم تطلقها، لا ده لازم مش عارف ايه. فضلوا وراه لحد ما بقى مش طايق مراته، وبقى خناقات وشتيمة وقلة أدب لحد ما هي زهقت وطلبت الطلاق وسابت كل عفشها. قالت له مش عايزة من ريحتك أي حاجة، والمؤخر والنفقة كله سابته، وقالت ربنا يوريني فيك انت وولادك عجائب قدرته وعظمته، ويقعد لولادك خراب البيت ليهم ولولادهم، بس لكلمة بخ ما بتروحش. وخرجت. بعد فترة اتجوز، بدأت مراته التانية تتعلم فن التعامل، عرفت عياله على ايه، بدأت تعاملهم كويس قدام أبوهم ومن وراه تطنشهم، وبدأت تعامل الراجل كأنه ابن ليها، تسايسه لحد ما كرهته في عياله. العيال بدأوا يحسوا بالندم وبقيمة مراته اللي فاتت اللي كانت سايباه، ياخدوا منه فلوس يروح يزورهم. التالتة دي مش كده، ده رجليها على رجله في كل حركة، عايز يروح لبنت من بناته رجليها على رجله، عايز يزور حد من اخواته رجليها على رجله، هيجيب حاجة لبناته لازم تكون عارفة هو بيعمل ايه، خط سيره كله، وهي اللي تقول له اعمل كذا سوي كذا، لا ما تديش، لا ما تعملش. الحنفية اللي كان فاتحها لعياله بدأ يقفلها، يقول لهم انتوا على ذمة رجالة،
انا مالي، انا مش مجبر ان انا اديكم واصرف عليكم، مراتي اولى. العيال بيقولوا احنا بقينا حاسين ان هي بتسحر له، وبقت مسيطرة على ابونا سيطرة كاملة، ومش عارفين نعمل ايه علشان نخليه يطلقها. بنته الكبيرة بتقول انا حاسة بالندم لاني اذيت طريقة ابويا كتير وافتريت عليها انا واخواتي كتير، وضميري بيوجعني انا واخواتي، وحاسين اللي بيحصل لينا من مرات ابونا الجديدة دي ده ذنب اللي فاتت، وابونا مرمي في حضنها بيسمع كلامها. مش هو ده ابويا اللي انا عارفاه. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ مع احترامي ليكم عمايلكوا سودة ومنيلة ب60 نيلة. ده انتوا عالم ظلمة، عالم جبابرة. في ايه؟ يعني خربتوا بيت الست بافتراكم، بقلة ادبكم، بكذبكم. كنتوا طبعا منتظرين تعملوا مع التانية كده اللي يتجوزها، بس هي طلعت اذكى منكم بفضل من ربنا. دي ان شاء الله اللي هجيب حق التانية، الزوجة اللي فاتت منكم. نصيحة مني، سيبوا ابوكم يعيش حياته اللي باقي من عمره في سلام وسكينة. انتوا كل واحد متلقح في بيته. في ايه؟ ما انتوا الصغيرين كل واحد عنده بيته، ولا انتوا لازم تنهبهم اللي حيلة ابوك اول باول؟ انتوا بتقولي شكة انه هي بتعمل سحر، ده مش سحر، ده انتقام ربنا، ده ولسه انتقام ربنا فيكم. ان شاء الله ان شاء الله هيقعد ليكم في عيالكم. عارفة خراب بيت ابوكي ده هتشوفوه على حياة عينيكم في بيوت عيالكم بناتكم كده. لما بيوت بناتكم تتخرب تقولوا ده ذنب اللي فاتت. مثل في مثل يا جماعة بيقول كلمة بخ ما بتروحش. اللي بتعمله النهاردة لازم يترد لك تاني يوم. عارفين حكاية البنات دي بتفكرني بواحدة كانت تبقى قاعدة في الشارع على المصطبة قدام بيتها، واللي رايح واللي جاي بقى ده سيلفي فلانة بتحبه، دي فلانة ماشية مع فلان، دي علانة خانت جوزها، دي تلتانة بتحب علان، دي مش عارفين أعراض الناس لبانة والعياذ بالله في بقها. ومرت حوالي 20 سنة، كبرت بنتها، هربت والعياذ بالله مع واحد. فضحتها كانت بجلاجل. جوزت عرفي، جابوها هي والولد وعملوا فرح وإشهار للجواز عشان ماء الوجه. بس الفضيحة والعياذ بالله هتفضل ملازماها العمر كله لحد ما تموت. ده ذنب أعراض الناس اللي زمان خاضت فيهم، شافته على حياة عينها في بنتها. وانتوا نفس الشيء، خراب البيت هتشوفوه على حياة عينكم في خراب بيوت بناتكم. في ايه؟ ليه كل واحدة او واحد ابوها يتجوز او ابوه يتجوز، وبالذات الحريم، تبقى الغيرة والنار واكلاهم ويعملوا المستحيل في خراب بيت ابوهم؟ ليه؟ انا عايز افهم. مع ان دي سنة الحياة، امكم ماتت وشبعت موت، ومن حق ابوكوا ان هو يتجوز، زي من حق الست لما جوزها يموت انها تتجوز لو عايزة. دي سنة الحياة يا جماعة، الحي ابقى من الميت. ليه تحجروا على اهاليكم وتقولوا ممنوع؟ انتوا كنيتكوا ايه علشان تمنعوا؟ انتوا مش اوصية على اهاليكم. اتقوا الله في اهاليكم، ابتكروا ليهم تربيتهم ليكم. ربنا يرحمنا
ويعفو عنا ويغفر لنا ويبعد عننا النماذج اللي زي دي. انا مش عارفه اقول لكم ايه، بس انا منتظره تعليقاتكم في المشكله دي وفي البنات السو دول هم وامثالهم.